للتنمية وقاعدة للتحول والتطور. وفي هذا السياق تنجز سلسلة من المراكز التربوية للتعليم الأولي تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، والتي تشكل فضاءات للتأطير والتعليم والتفتح والإبداع. والمركز التربوي للتعليم الأولي الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك اليوم بحي بر حرشون بمقاطعة بني مكادة بطنجة باستثمار إجمالي قدره 6,500,000 درهم، دليل عملي وتجسيد فعلي لسياسة القرب التي ينهجها جلالة الملك حفظه الله في كل المجالات التي ينهجها جلالة الملك حفظه الله في كل المجالات التي ينهجها جلالة الملك حفظه الله في كل المجالات، وكذا الاهتمام الخاص لجلالته وحرصه على متابعة القضايا المتعلقة بحماية الأطفال وضمان مستقبلهم وصيانة كرامتهم، وكذا التتبع الناجز والمتواصل للارتقاء بمستوى تعليمهم سعيا إلى جعلهم رجالا ونساء مسؤولين ومبدعين يتحلون بخصال وروح المواطنة الحقاء. ويندرج هذا المركز التربوي للتعليم الأولي الذي كان جلالة الملك حفظه الله قد أعطى انطلاقة أشغاله في 27 من مارس 2014 ضمن مخطط واسع يشمل إحداث 23 مركزا تربويا للتعليم الأولي باستثمار مالي